بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم. احنا معزومين عند سلفتي انا وزينبو، فحبيت تكونوا معايا في اليوم ده ان شاء الله يبقى يوم جميل كده، هنعمله مع بعض حاجات حلوه. فاحنا لسه اهو فطرانين وما شلناش حتى لسه الفطار. صباحي زينبو. صباح صباح. الفل عليكم. صباح الخير. لو وصلتوا معايا لحد هنا تنسليش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان نوصل لكم مني كل جديد. معاكم يوم جديد من ايام خدوجه عند سلفتي، وتعالوا نشوف هنعمله ايه النهارده. عايزه اقول لكم احنا بايتين هنا من امبارح، فرش في الارض ونام، واللي نام على الكنبه نام، واتبحترنا كده في كل حته. كنا ياما امبارح ما شاء الله، وكانت السهره كانت جميله والله. كان نفسي اصور لكم امبارح، كانت السهره حلوه قوي، ولب وسداني بقى وكده. النهارده مش يوم تنظيف بقى، مش هننضفه ولا نعمله حاجه مع بعض، بس يعني كل اللي هقدر اقوله لكم ممكن ايه هنعمله مع بعض. الاكله اللي هناكلوها النهارده اصور لكم حاجه منها، وانا يعني هم عايزيني انا اللي اقوم بالاكل النهارده، دول مدبسني في الاكل. فتعالوا معايا نشوف هنعمله في اوضه الطبيخ النهارده، يومنا كله في اوضه الطبيخ. والحاجه طبعا قبل ما اشتغل في اي حاجه هروق بس الرخامه هنا عشان نعرف نشتغل على رواقه كده، عشان نروقوا مع بعضنا قوام. انا بصراحه ما اعرفش اشتغل في حته غير ما لازم اروق حوالين مني الاول عشان اعرف اعمل الاكله كده واعملها بمزاج وتطلع من ايدي زي ما انا عايزاها. فطبعا الفطار بحاجه الشاي بلبن الصبح، وحاجات من قبلها بيوم، لان احنا طبعا قبل بيتين من قبلها بيوم هنا. فكل الحاجات دي تاكل اللي في ايده كركوبه ولا كوبايه ولا اي حاجه يركن في اوضه الطبيخ. خدوجه هنا بقى ايه، محدش شايل هم. فعارفين ان انا بحب اعمل الحاجات دي، وما بحبش حد يمد ايده لما بكون موجوده في مكان ولا كده. بحب انا بقوم بكل حاجه، وبحب اعمل لي الاكل جدا، وبحب حاجه يعني اعمل اوضه الطبيخ وكده. فهم عارفين بقى ايه دايسين فيا الحته دي، فكله متاكل بقى. فانا رحت قايمه بالواجب معاهم ريحتهم اليوم ده. واليوم ده خلي بالكم لما كنت يعني التسجيل دوت من كام يوم كده، لما رحت نزلت اتمشيت، كنت مخنوقه جدا ونزلت اتمشيت على رصيف البحر، وصورت لكم اليوم ده اما كان في كازينو الشاطبي حاطين البط والفراخ والارانب والحاجات الجميله دي وصورتها لكم. فانا روحت بصراحه من التمشيه دي بقى، مش قادره اقول لكم يعني ايه نسبه السيروتونين ضربت في دماغي. فمروحه عندهم مبسوطه جدا بقى. فليه مزاج اشتغل برواقه كده، وكانت سهره جميله وكان يوم حلو قوي. عايزه اقول لكم انتوا كمان لو متضايقين ولا مخنوقين من اي حاجه انزلوا امشوا. يعني ما تنزلوش تقعدوا على كافيتيريا ولا تقعدوا في حته ولا كده، لا انزلوا امشوا. فعلا المشي ده والله العظيم هيفرق معاكم جدا جدا. يعني انا قبل ما انزل امشي التمشيه دي، ما تاخدوش معاكم اولاد عشان يعني هتاخدوا معاكم اولاد وهتقعدوا تزعقوا في السكه وكده هيجيلكوا اكتئاب اكتر. فسيبوا اولادكم مع اي حد وانزلي امشي كده ان شاء الله ساعه. انزلي امشيها على البحر كده مع نفسك، اتفرجي على البتارين، الحاجات دي كلها هتفرق معاكي جدا جدا. بصوا انا حضرت كل حاجه، ضربت الطماطم وخرطت البصل والثوم وحضرت التوابل عشان ما اطولش عليكم، عشان نحط كله على بعضه بقى. انا هطبل البصله بتاعت الفراخ والبطاطس، هعمل الاثنين مع بعض. انا كنت هعمل كل واحد في صينيه، بس هعملهم كلهم في صينيه واحده احسن عشان نخلصوا. ما كملتلكوش الكلام، هيدا قطعت كلامي عشان كنت بقول لكم عملت ايه يعني في التتبيله وفي الفراخ وفي البصل وكده. انا فعلا كنت ناويه اعمل كل حاجه لوحدها، الفراخ لوحدها والبطاطس لوحدها. بس قلت البطاطس هتاخد من طعم الفراخ والحاجات دي. انا فعلا بحب البصله والتتبيله بتاعت الفراخ دي، هم بيحبوا يغمسوها. البهاريز اللي بتنزل والطعم اللي بينزل من الفراخ على البصله، يعني دي بيحبوا يغمسوها لوحدها زي اللحمه ام بصله والحاجات دي. بس دي بتبقى طعمه جدا.
هنا قطعت كمية بصلة محترمة بقى. بصوا انا بحب اعمل الحركة دي يعني سواء للبصلة للبطاطس او للفراخ، بحب ادعكها لحد ما اطلع مية البصل. يعني انا حطيت البصل على الفلفل الاسود والتوابل الفراخ والملح والحاجات دي كلها، ودعكت البصل لحد ما طلعت المية بتاعتها، والثوم طبعا بتفرق. بصي في الاكله جامد قوي الحركه دي. تفضلي تدعكي في البصل كده بايديكي اكنك بتعصري طماطم، بتدبليها كده، بتخلي كله يشرب من بعضه. وبعد كده بقى تحشي الفراخ اللي عندك، بتغذيها الاول طبعا، متبلينها غسلينها حلوه قوي ونقعينها في خل وملح وليمون وفلفل اسود، نقعينها شويه. بعد كده غسلناها تاني ورحت منغذاها كده تحت الجلد، ورحت حشيها بقى بالخلطه الجباره دي. طبعا جوزة الطيبه كنت ببشرها اهو من شويه، وكنت نقع البطاطس في ميه وملح مقطعاها شرايح كده. ورحت بقى عملت الحاجات دي كلها، وبقيه البصله رحت يعني خلطتها بالبطاطس الاول. انا ما باخدش حاجه دلوقتي. يلا خدوا منهم كده. طب هاتي. اوعي يا روزي. هاتي يا ماما. هو ايه شكلها مفيش معايا ولا ايه؟ هاتي. هاتي معلقة صغيرة دي. وكملت بقيه البطاطس وحطيت عليها الخلطه الجباره اللي انا عملتها لها دي، وحطيت شويه صوص طماطم كده من فوق الوش انتوا جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم قوي. وطبعا اهم حاجه تحمري الوش فوق الشوايه، يعني تولعي لها الشوايه من فوق، ده بتفرق برضو طبعا في الطعم جامد جدا. يعني كانت اتحطت في الفرن خلاص واستوت، وولعت لها الشوايه بقت بالجمال دوت. طبعا الريحه مش قادره اقول لكم، قاعدين هم مصوصوين على بال ما خلصت الاكل. كانوا يعني ماتوا من كتر الجوع، ويلا غرفي يلا يا خدوجه الريحه مش قادرين. فرحت غرفه لهم قوام قوام اهو واكلنا والحمد لله. هتشوفوا شويه بس اوضه الطبيخ دي هتتقلب تاني عليها وطيعه، وهيجوعوا طبعا على بالليل كده. سلمت لهم بقى النبطشيه بتاعت اوضه الطبيخ، قلت لهم اتصرفوا انتوا بقى في اللي انتوا عايزين تعملوه. راحوا داخلين عملوا هريسه ذره، بس بصراحة عملوها حلوة يعني. دخلت بشرت عليهم انا وقعدت اتأمرت عليهم وغسلوا المواعين، ومش عايزة الاقي كوباية، لان هم متعودين يعني يعملوا ويرموا يعملوا ويرموا، ومفيش حتة ان هو مثلا الكوباية تخلص يغسلوها مثلا. انا كنا خلاص غرفنا بقى، وحطيت لزينبو على الترابيزة لانها متعرفش تقعد في الارض عشان رجليها تعباها جدا. فكنا خلصنا هنا الغدا بقى والحمد لله حمدنا ربنا. وايمي صممت بقى هنا تعمل لنا صينيه هريسه ذره. دخلت الشملات الاول على المواعين، غسلت المواعين كلها. انا قلت لهم والله ما عملت ايدي في مواعين تاني. دخلوا هم الشملوا بقى عملوا المواعين، وواحده منهم عملت هريسه الذره عشان نتعشوا بيها. فبتحضر الحاجه بتاعتها بقى اهو، يعني بشرة البرتقال وعصرت البرتقال الاول وبشرت القشر بتاعه، والتانية هي داخله على المواعين. دخلت انا اتريقت عليهم بقى، قعدت بشر عليهم كده واضحك عليهم وهم بيغسلوا المواعين. فضلت اغيظ فيهم. هم عارفين ان انا بقوم بالحاجات دي كلها. انا حلفت خلاص حرمت عليهم وهمد ايدي فيهم. كان في ورقه هنا امي كانت مولعه بيها. دي ايه هريسه الذره دي؟ بالبركه كده؟ لا طبعا مش بالبركه، بالمقادير. المقادير. حطيتي قد ايه؟ حطيت 3 بيضات، شويه برتقان، ربع زيت ومعلقتين سمنه بس. وهحط بقى 3 كوبايات دقيق كوبايه ونص دقيق ذره وكوبايه ونص دقيق عادي. وفي كل فيديو ما تنسوش مرضانا يا جماعه، دعوه حلوه منكم كده يعني ربنا يشفي كل مريض. انا بحاول معلش كل فيديو كده ندعو دعوه العبوره هي واللي زيها، ربنا يشفيها ويعفو عنها ويعفو عن كل مريض، اللهم امين. عملتها بصراحه كانت جميله جدا وكانت هشه وكانت امي خلاص بتفنش المواعين هنا خلاص، وهي كانت خلصتها هنا، كانت لسه حطيتها في الفرن. رغم انها كانت عامله صينيه صغنونه، بس عايزه اقول لكم يعني اتاكلت الصينيه في ساعتها وما قضتش. كل واحد يا دوبك اخد حته من جمالها. كانت حلوه قوي مع الشاي بحليب بقى. للاسف بس كانت حبه صغننين.
وايمي لسه في من ساعتها في المواعين اهي عايزه تقعد سنه فيهم. كنا خلصنا الشاي بلبن، هنا بيعملوا الشاي بتاعهم في الكتل، وسخنا اللبن وهي طلعت من الفرن كانت رهيبه بصراحه، كانت هشه وكانت حلوه قوي قوي. وكل واحد عمل حاجه والدنيا راقت. وكان يوم، عايزه اقول لكم كان يوم حلو قوي قوي والله، اتبسطنا جدا جدا. يعني ربنا ما يحرمش حد يا رب كده من اللمه ومن الاهل ومن الاحباب. وحاولوا انتوا كمان يعني تواصلوا مع اهلكم، سواء اهل مامتك اهل جوزك، حاولوا تواصلوا. انتي اعزمي، هم هتبصوا تلاقيهم هيعزموكي. حاولوا يبقى في محبة وألفة بينكم كده، هتبقى الدنيا حلوة ان شاء الله، وربنا يحلي ايامكم كلها. وكان يوم جميل جدا الحمد لله، عدى على خير وسلام من غير من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجة. ويا ريت ما تنسونيش بلايكاتكم الجميله، والتعليق منكم حلو كده بيفرحني، ودعوه منكم جميله بتسعدني. يا رب ما يحرمنيش منكم اعز اخوات واصحاب. شكرا ليكم جدا، وشكرا لكل اللي بيكتب لي تعليق بيفرحني جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.